كيف يتم جبر العقوبات السالبة للحرية في حالة تعددها في القانون المصري؟ وفي حالة عدم جواز الجبر ما هي الحدود القصوى المسموح بتنفيذها للعقوبات السالبة للحرية؟ السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. إذا تعددت العقوبات السالبة للحرية بتتنفذ إزاي؟ وإيه هو اللي بيتنفذ وإيه هو اللي ما بيتنفذش؟ وإيه هي الحدود القصوى لتنفيذ العقوبة؟ وكمان إيه موضوع جبر العقوبة؟ قبل ما نتكلم عن موضوع جبر العقوبة والحدود القصوى، إحنا بنقول هنا كلامنا كله هيكون في نطاق المواد من 32 ل 38 من قانون العقوبات المصري. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ برضو لازم معلومة نبقى عارفينها، إن العقوبات السالبة للحرية في القانون المصري هي كده بالترتيب من الأشد للأخف. هي السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، الحبس مع الشغل، الحبس. أنا كنت عملت فيديو عن الفرق ما بين العقوبات دي وبتتنفذ ازاي وايه هي مدد العقوبات دي، لو حابب ان انت تراجع وتعرف ازاي بتتنفذ وبتتنفذ فين وكل حاجة عنها، هسيب لك الفيديو في اللينك اللي فوق ده، راجعه وبعد كده تعالى كمل الحلقة تاني. طيب، العقوبات بقى كده قلنا الأشد: مؤبد، مشدد، سجن، حبس مع الشغل، حبس بسيط. طيب، جنب العقوبة هو إن طبعا بيكون من السجن المشدد. عقوبة السجن المشدد فقط هي اللي بتجب غيرها من العقوبات الأقل منها في الترتيب. السجن المشدد فقط هو اللي بيجب، السجن ما بيجبش، الحبس ما بيجبش. السجن المشدد بس هو اللي بيجب العقوبة الأقل منه. يعني السجن المشدد بيجب عقوبة السجن، ويجب عقوبة الحبس، ويجب عقوبة الحبس البسيط طبعا أو الحبس مع الشغل. وممكن في حالة من الحالات إن السجن المشدد يجب عقوبة السجن وعقوبة الحبس. احنا بنتكلم هنا عن محكوم عليه واحد اتحكم عليه بسجن مشدد واتحكم عليه بسجن واتحكم عليه كمان بحبس. طيب، ايه هو شروط بقى الجب؟ شروط الجب اولا ان يكون في حكم بسجن مشدد، ويكون في حكم كمان بسجن او بحبس، سواء حبس بسيط او حبس مع الشغل. ويكون العقوبات اللي هتجب بعقوبة السجن المشدد، الافعال اللي المحكوم عليه تعاقب عليها تكون حصلت منه او الجرائم دي ارتكبت قبل الحكم بالسجن المشدد. طيب، عرفنا كده الشرطين: ان هو يكون في حكم بالسجن المشدد، وتكون الجرائم اللي هيجبها الحكم بالسجن المشدد تكون حصلت في تاريخ سابق على تاريخ الحكم بالسجن المشدد. هما دول الشرطين. طيب، ازاي بقى بتجب عقوبة السجن المشدد العقوبات التالية لها او الاخف منها؟ الاخف منها على الترتيب قلنا سجن، ثم حبس مع الشغل، ثم حبس بسيط. طيب، هناخد مثل عشان نوضح ونقول معنى برضو إيه الجب هو ايه. لو مثلا عندنا محكوم عليه اتحكم عليه ب10 سنين سجن مشدد، وبعد كده اتحكم عليه عن جرائم حصلت قبل الحكم بالسجن المشدد، اتحكم عليه بسجن مشدد 10 سنين في قضية، وفي قضية تانية اتحكم عليه مثلا بالسجن السجن العادي 5 سنين، واتحكم عليه بالحبس مع الشغل 3 سنين. يبقى هو كده مجموع الأحكام بتاعته 18 سنة: 10 سنين سجن مشدد، 5 سنين سجن، 3 سنين حبس مع الشغل. ازاي بقى بتجب العقوبة او السجن المشدد؟ عقوبة السجن المشدد ل10 سنين بتجب عقوبة السجن. كده كل اللي هيقضيه في السجن هو 10 سنين سجن مشدد. كده ال10 سنين السجن المشدد جبت 5 سنين سجن، وجبت 3 سنين سجن، يبقى جبت 8 سنين جنبها، يبقى هو هيقضي 10 سنين بس سجن مشدد. طيب، هنتخيل مثال تاني: ان في محكوم عليه اتحكم عليه ب5 سنين سجن مشدد، وبعدين اتحكم عليه ب7 سنين سجن وسنة حبس. اذا هنا عقوبة السجن المشدد هتجب عقوبة السجن العادي، تجب منها 5 سنين بمقدار مدتها. يعني عقوبة السجن المشدد هيقضي 5 سنين وكأنه قضى 5 سنين كمان من السجن، يبقى هيقضي 5 سنين سجن مشدد ثم يقضي
سنتين سجن عادي وبعد كده سنة حبس. إذا هنا عقوبة السجن المشدد بتجب العقوبات الأقل منها بمقدار مدتها. وبرضه في حاجة مهمة عايزين نقولها، إن تنفيذ العقوبات بيتم من الأشد للأقل. يعني بيتنفذ الأول السجن المشدد وبعد كده السجن وبعد كده الحبس مع الشغل وبعد كده الحبس. فلو في حد محكوم عليه مثلا ب5 سنين سجن وأثناء التنفيذ ده صدر عليه حكم تاني عن جريمة قبل كده ب5 سنين سجن مشدد، هنا بيوقف تنفيذ عقوبة السجن العادي وبينفذ عقوبة السجن المشدد. وطبعا هنا بنطبق قواعد الجب. إذا هنا عقوبة السجن المشدد وحدها هي اللي بتجب إيه؟ بتجب عقوبة السجن، تجب عقوبة الحبس مع الشغل، تجب عقوبة الحبس على الترتيب كده: سجن، حبس مع الشغل، حبس بمقدار مدتها. يعني السجن المشدد عندنا مدة 10 سنين مثلا، وفي مدة سجن 5 سجن عادي 5 و3 حبس و3 حبس مع الشغل و3 حبس مع الشغل تاني. يبقى كده هو محكوم عليه في 4 قضايا. 10 سنين سجن مشدد هتجب 5 سنين سجن عادي وتجب 3 سنين كمان حبس مع الشغل. يبقى فاضل كده سنتين، فاضل سنتين من 10 سنين السجن المشدد هيجبوا سنتين من الحبس مع الشغل. يبقى كده هيقضي 10 سنين سجن مشدد وبعد ما يخلصهم يقضي سنة حبس مع الشغل. يبقى كده هيقضي 11 سنة بس في السجن. إذا هنا عقوبة السجن المشدد بس هي اللي بتجب العقوبات الأقل منها. عقوبة السجن المشدد تجب عقوبة السجن، بس عقوبة السجن المشدد ما تجبش عقوبة السجن المشدد اللي زيه. تجب العقوبة اللي أقل منها بمقدار مدتها. يعني مدتها 10 سنين فنجب 10 سنين من العقوبات السالبة للحرية الأقل من السجن المشدد. وعلى الترتيب، يعني سجن، حبس مع الشغل، حبس بسيط. طيب لو هنفترض ناخد كمان مثال ان في واحد اخد 3 سنين سجن مشدد واخد 3 سنين سجن عادي واخد سنة حبس، هيقضي قد ايه؟ هيقضي ال3 سنين السجن المشدد وال3 سنين السجن المشدد هيجبوا مقدار مدتهم العقوبة الاقل منهم اللي هو عقوبة السجن، فهيجبوا 3 سنين وبعد كده يتبقى سنة حبس هيقضيهم. يعني هيقضي 3 سنين سجن مشدد و3 سنين سجن مشدد جبت عقوبة السجن، هيبقى فاضل له سنة حبس هيقضي السنة الحبس، يبقى قضي 3 سنين سجن مشدد وسنة حبس بس. فهو ده الجب. يا رب أكون قدرت أوصل موضوع جب العقوبة. طبعا قلنا إن في شرط مهم جدا، إن العقوبة العقوبة اللي بتجب بتكون عن جريمة حدثت قبل الحكم بالسجن المشدد. يعني لو حد مثلا اتحكم عليه بعقوبة سجن مشدد ودخل السجن وأثناء ما هو بينفذ اتحكم عليه بعقوبة أقل من السجن المشدد، عقوبة سجن أو عقوبة حبس، هنا ما نقدرش نجب العقوبات، لأن هنا الفعل المكون للجريمة حدث بعد الحكم بالسجن المشدد. وده له حكمة في القانون، عشان اللي بيتحكم عليه مثلا بمدة زي 5 سنين أو 10 سنين سجن مشدد ممكن يدخل السجن ويعمل جريمة تانية ويقول أنا كده كده محبوس فأنا هاخد سجن أو هاخد حبس، فمش مهم العقوبة دي هتجب العقوبة دي. فالمشرع هنا تنبه للنقطة دي وقال إن لازم الفعل المكون للجريمة اللي بتجب يكون الفعل نفسه مش الحكم. الفعل المكون للجريمة يكون حصل قبل الحكم بالسجن المشدد. ممكن يكون الحكم بالحبس أو الحكم بالسجن العادي حصل الحكم بعد الحكم المشدد، ده مفيش مشكلة فيه. المشكلة هنا لو الفعل نفسه حصل بعد الحكم. لو الفعل نفسه حصل بعد الحكم مفيش جب، لكن لو الفعل نفسه حصل قبل الحكم، سواء بقى الحكم صدر بعد الحكم بالسجن المشدد أو قبله، فمفيش مشكلة. السجن المشدد هنا بيجب العقوبات الأقل منه في الترتيب أو الشدة. طيب احنا كده عرفنا يعني ايه جب العقوبة، ان السجن المشدد بيجب العقوبات الأقل منه. طب في حالة تعدد العقوبات أو الأحكام ولكن كلها سجن مشدد عفوا كلها سجن مشدد، مفيش سجن مشدد هيجب سجن مشدد. فلو هنتخيل ان في شخص اتحكم عليه
مثلا في 5 قضايا، 10 سنين في 10 سنين في 10 سنين في 10 سنين في 10 سنين، هتحكم عليه ب50 سنة، 5 أحكام كل حكم ب10 سنين سجن مشدد. هينفذهم كلهم ولا هيعمل ايه، ولا في جب؟ لا، هنا الحقيقة مفيش جب، لأن السجن المشدد لا يجب السجن المشدد. لكن إذا اجتمعت عقوبات السجن المشدد مع بعضها لا يجوز أن تزيد عن 20 سنة. يعني محكوم عليه ب50 سنة في 5 أحكام، هو هينفذ 20 سنة بس وهيخرج، مش هيتنفذ عليه أكتر من كده. اما طبعا لو السجن المشدد اجتمع معاه او تعددت معاه احكام تانية زي سجن مثلا او حبس، فهنا السجن المشدد هيجب العقوبات الاقل منه زي ما خدنا في قواعد الجب. طيب بالنسبة بقى للسجن، السجن نفسه لو ما فيش سجن مشدد لكن في احكام تعددت الاحكام بالسجن او بالسجن والحبس مع بعض، يعني لو مثلا شخص اتحكم عليه ب15 سنة سجن، سجن عادي مش سجن مشدد، ثم اتحكم عليه ب5 سنين سجن كمان، واتحكم عليه ب3 سنين حبس. لو حسبنا مجموع الأحكام، ال3 أحكام اللي عليه 15 و25 و3 23 سنة. إذا هنا لو اجتمعت عقوبة السجن مع عقوبة السجن نفسها، تعددت عقوبات السجن أو تعددت العقوبات السجن مع الحبس، فهنا برضو لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة عن 20 سنة، هيقضي 20 سنة برضو وهيخرج. نلاحظ هنا ان عقوبة السجن ما بتجبش عقوبة الحبس، ولا تجب عقوبة السجن اللي زيها، ما بتجبش اصلا، اللي بيجب عقوبة السجن المشدد فقط. طيب في حالة تالتة كمان، لو تعددت عقوبات الحبس. احنا هنا بنتكلم عن حبس بس، ما فيش سجن، ما فيش سجن مشدد فيه عقوبات حبس. وعقوبة الحبس قلنا اللي ما بتزيدش عن 3 سنين الا في احوال استثنائية بنص خاص في القانون، فهي عقوبة الحبس بتكون 3 سنين. فهنتخيل ان في واحد صدر ضده مثلا 5 احكام وكلهم ب3 سنين حبس، اتحكم عليه ب3 سنين حبس في قضيه، و3 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 سنين حبس في قضيه. 5 احكام قضائيه كل حكم ب3 سنين حبس. مجموع الاحكام هنا هيبقى 15 سنه. هل هيقضي ال 15 سنه؟ لا، مش هيقضي ال 15 سنه. اولا هو ما فيش جب، ومش هيقضي ال 15 سنه، لكن الحد الاقصى لتنفيذ حكم الحبس اذا تعددت العقوبات هو 6 سنين. يعني عليه 15 سنه حبس، هيقضي بس منهم 6 سنين وهيخرج. هنا ما ينفعش تزيد عقوبة الحبس عن 6 سنين في حالة تعدد العقوبات. طيب كل بقى الكلام اللي احنا قلناه ده اللي هو الحدود القصوى دي مشروطة بشرط مهم جدا لازم يكون حاصل، لأن الشرط ده لو مش موجود فهنا هيقضي العقوبات كلها ولو بلغت عليه حتى أيا كان، لو عدت الحد الأقصى. وإن هو يكون ارتكب كل الجرائم قبل أن يحكم عليه في أحد منها. بمعنى إن هو مثلا عليه 3 أحكام، ال3 أحكام مثلا منهم ما بين السجن وما بين الحبس. عشان نطبق الحدود القصوى ليها يبقى لازم يكون ارتكب كل الجرائم بتاعته ولم يحكم عليه في إحداها إلا بعد ما ارتكبها كلها. يعني ارتكب الأحكام كلها، ارتكب الجرائم كلها، وبعد كده اتحكم عليه. وهندي مثال على كده، إن في شخص مثلا اتحكم عليه ب15 سنة سجن، وهو جوه السجن وبيقضي السجن بتاعه عمل جريمة واتحكم عليه ب10 سنين سجن كمان. هنا مجموع الأحكام 25 سنة، مفيش حد أقصى، هينفذ ال25 سنة لأن هو ارتكب الجريمة بعد الحكم عليه من أجل إحداهما. يعني هنا لازم يرتكب الجرائم كلها تبقى ارتكبها وبعد كده تم الحكم عليه، ما ينفعش يبقى فيه حكم فاصل ما بين الجرائم. وده شرط التطبيق الحد الأقصى للعقوبة. الحد الأقصى للعقوبة نراجعها تاني كده: السجن المشدد لو تعددت عقوبات السجن المشدد مع بعضها أكتر من حكم فلا يجوز أن تزيد مدة التنفيذ عن 20 سنة. طيب إذا اجتمعت عقوبات السجن مع بعضها أو السجن مع الحبس فلا يجوز أن تزيد برضو عن 20 سنة. أما إذا اجتمعت عقوبات الحبس بس مع بعضها، كذا عقوبة حبس مع بعضها، لا يجوز أن تزيد عن 6 سنين كحد أقصى بالشرط اللي احنا قلنا عليه. في حاجة كمان برضو، لأن ممكن حد يتساءل السؤال ده:
هو إحنا جاوبنا عليه، بس برضه لازم ننبه ليه. لو اجتمع تعددت عقوبات السجن المشدد كمان كان مع السجن المشدد حبس أو سجن، فناخد بالنا إن هنا إن عقوبة السجن المشدد هتجُب العقوبة اللي أقل منها، وبعد كده نبدأ في تطبيق الحد الأقصى للعقوبة. إحنا كده النهارده الحلقة بتاعتنا انتهت، اتكلمنا في جَبْر العقوبات، اتكلمنا في الحدود القصوى لتنفيذ العقوبات، واتكلمنا على شروطها. لو لسه عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنت هارُد عليك، أو ابعت لي على رسايل صفحة الفيسبوك، سواء سؤال في الحلقة أو في غير الحلقة، أي سؤال قانوني أنا هارُد عليك. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وشيّر عشان غيرك يستفيد، واعمل سبسكرايب للقناة وكمان الجرس عشان في فيديوهات قانونية جديدة ومفيدة جدًا هتعجبك إن شاء الله وهتستفيد بيها.